بالضحك والزغاريت ولمة العيلة. كل إشي كان يبين طبيعي، كل إشي زي ما بتحلم فيه أي بنت. بس مرات الفرحة بتقلب لعنة والضحكة مرات بتصير عياط. قصتنا اليوم بتحكي عن عروس جزائرية كانت تستنى يوم زفافها عشان تبلش حياة جديدة، بس بليلة الحنة صار إشي ما بنفهم. الإشي هذا غير كل إشي. من وسط هاي الفرحة بلش يبين عالم ثاني، عالم غامض ومظلم وما حدا بيقدر يشوفه. القصة هاي فيها الغيرة متخبية بين العيلة، وفي السحر المتداخل مع التقاليد، وفيها الفرحة اللي قلبت لرعب. وبكل لحظة من هاي القصة راح تكتشف أسرار ما بتخطر على البال. أنا العقرب الأردني بقدم محتوى السرد القصصي وبحكي القصة على طريقتي. إذا أول مرة بتشوفني وحبيت محتواي اشترك وتعال وراي. قصتنا بتبلش السما صافية والقمر مضوي زي اللمبة الكبيرة. مريم كانت واقفة قدام المراية بغرفتها الصغيرة بتسرح بشعرها الطويل، وبتتذكر كل لحظة عاشتها بحياتها لحد ما وصلت لهذا اليوم اللي حلمت فيه من وهي صغيرة، يوم عرسها. مريم كانت مستنية انها تفرح فيها العيلة، ولكن وسط هاي الفرحة كان دايما في جواتها احساس غريب، ظل اسود بلاحقها. اتذكرت وهي صغيرة بعرس واحدة من بنات الحارة، كانت واقفة بين النسوان تتفرج كيف بيعملوا لها الحنة. بهذاك النهار عمتها فاطمة كانت تطلع فيها بنظرات ما ارتاحت لها ابدا، نظرات باردة وابتسامة ناقصة. ومن يومها مريم ما نسيت هذيك النظرات. بس اليوم ما كان إلها وقت للتفكير. جابوا لها فستان العرس مطرز بالذهب. أمها دخلت عليها وهي شايل الصينية اللي فيها الشموع والحنة، وقالت لها بصوت دافي: الله يتمم لك بخير، اليوم يومك. مريم تبسمت بس جواها كانت حاسة بثقل. كانت الفرحة الكبيرة هاي مخبية معها اشي مش منيح، واحنا بطبيعتنا كعرب لما بنفرح فرحة كبيرة من وراها بنقول الله يستر. ولما قرب الليل بلش النسوان يتجمعوا حواليها عشان يعملوا لها الحنة. الغرفة كانت عامرة بالفرح والزغاريت، والبنات بصفقوا وبغنوا. مريم مدت ايدها عشان يحطوا لها الحنة، واللي تقدمت عشان تحنيها كانت عمتها فاطمة. لحظة غريبة، كل النسوان بضحكوا بغنوا بس فاطمة كانت ساكتة مركزة بشكل غريب وهي بتحط الحنة. عيونها ما بتركز إلا على إيد مريم. بهذيك اللحظة مريم حست إيدها بردت فجأة. الحنة اللي حطتها عمتها لونها كان غريب شوي، أغمق من الحنة العادية. مريم حاولت ما تبين خوفها قدام الناس، ضحكت وقالت: عمتي إيدي بردت شوي. بس مع هيك ما حدا أعطاها اهتمام. الأغاني والزغاريت غطوا على كلامها. الليلة خلصت على هيك، ومريم رجعت على غرفتها ترتاح، وهي على الفراش ضمت إيديها اللي فيها الحنة وحاولت تنام. بس وهي مغمضة عيونها حست انه في اشي بتحرك. فتحت عيونها بسرعة وشافت خطوط الحنة كأنها بتمتد وبتتشابك لحد ما صارت على شكل عيون صغيرة بتراقبها. مريم دمها تجمد وقلبها بلش يدق بسرعة. غمضت عيونها وفتحتهم ثاني مرة، لقت الحنة عادية وما فيها اشي. فقالت مريم لحالها: يمكن لاني تعبانة، ويمكن اني قاعد بتوهم. بس ما كانت تعرف انه هاي كانت البداية. الباقي راح يجرها لعالم مظلم ما خطرش على بالها ولا على بال أي حدا. الحنة الأولى خلصت، وبعض التقاليد بالأعراس الجزائرية بيعملوا الحنة مرتين أو ثلاث، ومن هون ببلش الفصل الجديد اللي عمتها عملت لها الحنة الحقيقية فيه. الدار رجعت اتعمرت بالنسوان، الجارات والقرايب، الزغاريت بتنسمع من كل زاوية. الطبل كان بدق على إيقاع أغاني قديمة حافظينها الجدات. مريم لابس الفستان الجديد والشموع مضويات قدامها. الكل بضحك وبغني، بس مريم حست قلبها ثقيل، خصوصا لما دخلت عمتها فاطمة. الجو بالنسبة لمريم اتغير. عمتها كان عندها ابتسامة غريبة كأنها خبيثة، ونظراتها ما كانت عادية. عيونها مركزة على ايد مريم للمرة الثانية، وكأنها مستنية اللحظة عشان تعمل اشي. النسوان كلهم قالوا العروس لازم تعمل الحنة من ايد عمتها، هذا الشرط عشان تكون مباركة. مريم حاولت تبتسم رغم القلق اللي جواها. مدت ايدها وعمتها فاطمة بلشت دهنت الحنة شوي شوي. حركاتها مش زي دايما، كانت بتتمتم بكلام ما فيش حدا فاهمه. مريم اللي كانت قريبة منها سمعت بس همهم خفيفة، كلمات بين العربية والهمس. وبهذيك اللحظة ايد مريم رجعت تبرد اكثر من المرة الاولى. الحنة اللي ريحتها باهية وسخونة صارت زي الثلج. وسط الضحك والزغاريد مريم المسكينة حست انه دمعتها بدها تنزل من عينها من غير ما تقدر توقفها. صاحبتها سألتها وهي بتضحك: مريم مالك؟ مريم حاولت تغطي وقالت لها: ولا اشي، بس فرحانة كثير. ولكن بالحقيقة في اشي غريب قاعد بصير لمريم. السهرة كملت والنسوان بلشوا يغنوا وصفقوا، والجو كله فرحة بفرحة. بس مريم
كانت حاسة حالها بعالم ثاني. مريم لما رجعت لغرفتها بعد نص الليل ما قدرت تشيل عيونها عن ايدها، نامت على الفراش وواحدة من الشموع كانت بعدها شغالة. غمضت مريم عيونها وسمعت صوت خفيف زي الهمس: مبروك مبروك يا عروس. اتغطت بالغطا وهي خايفة، وبعد شوي دخلت بنوم ثقيل. بس الحلم اللي شافته مريم كان أبشع من أي كابوس. شافت حالها بقاعة مظلمة نفس الزغاريت اللي كانت بالدار، بس بهاي المرة أصوات مشوهة، بكاء مخلوط مع الضحك. قدام مريم كان في كفن أبيض بقرب منها، الحنة اللي على إيديها اتحولت لدم. الكفن انفتح وطلعت منه مرة ما إلها عيون. صرخت مريم بأعلى صوتها وصحيت من النوم وهي غرقانة بعرقها. قلبها بدق بسرعة، طلت على ايدها لقت الحنة عادية زي ما هي حرفيا. مريم قالت يمكن حلم، فهمست لحالها وهي بتحاول تقنع حالها، لكن الصوت اللي سمعته قبل ما تنام رجع يتردد بأذانها: مبروك مبروك يا عروس. وفعلا اجى اليوم اللي استنته مريم طول عمرها، ليلة عرسها. الدار كلها فرح وزينة الأنوار متلألئة والزغاريت ما بتوقف، النسوان يصفقن والرجال بيضحكوا والجو كله عرس وفرح. مريم لابسة الفستان الأبيض، شعرها مزين والذهب بلمع عليها، كانت حلوة لدرجة انه الكل وقف يتفرج عليها. بس مريم رغم الضحك والزغاريت جواها كان في خوف ما بيعرفوا غير ربها. العريس وصل والطبل بلش يرن والكل بيهتف باسمه، الأولاد بغنوا والبنات بزغرتوا، الكل مبسوط. لكن مريم لما مسكت ايد العريس حست انه ايديها بلشت ترجف، نفس الايد اللي انحطت فيها الحنة ونفس الايد اللي بردت قبل كم ليلة. رجعت ارتجفت كأنها بترفض. حاولت مريم تخبي ارتباكها وتضحك. أمها قربت منها وقالت لها مالك؟ الكل مستنى يشوف فرحتك. هزت راسها مريم وقالت ما في اشي، بس شوي تعبانة ومتوترة. العرس كمل والطبول بتدق والناس بترقص والضحكة معبية المكان، ولكن كل ما مريم تطلع على عمتها فاطمة بتلاقيها واقفة بالزاوية، عيونها عليها وما بتضحك زي الباقي، عيون باردة، ابتسامة ناقصة، كأنها هي الوحيدة اللي ما جابت الفرحة معها. ولما اجى وقت الخروج من الدار، العروس والعريس طلعوا بالسيارة اللي مزينة بالورد. الناس كلها لحقتهم رشوا الورد وكبوا وراهم رز. مريم ابتسمت قدام الكل، بس جواها كانت حاسة انه في اشي بخنقها. السيارة مشيت والأهازيج وراهم. مريم طلت من الشباك وشافت عمتها واقفة بين النسوان بتضحك ابتسامة صغيرة وبترفع ايدها وكأنها بتودعها. بس اللي خوف مريم انها شافت بعيونها لمعة غريبة زي لمعة نار. وفعلا وصلوا لبيت الزوجية والعرس انتهى. مريم دخلت البيت الجديد بس ما حست بالراحة. من أول خطوة إلها جوا حست الجو ثقيل. ولما دخلت غرفتها لابسة وقفت قدام المراي وشافت إشي ما بينوصف. انعكاسها بالمراي ما كانش طبيعي، عيونها لونهم أسود أكثر من العادة. وراها لمحت كأنه في ظل واقف. التفتت بسرعة ولكن ما لقت حدا. رجعت تطلع بالمراي لتكتشف إنه الظل بعده واقف مكانه. صرخت مريم بصوت عالي والعريس ركض عليها. مريم مالك؟ قالت وهي بتبكي. شفت إشي بالمراي كثير مرعب. العريس حاول يهديها، قالها يمكن تعبانة من العرس، ارتاحي شوي. وفعلا نامت مريم بهذيك الليلة، بس نومها ما كانش طبيعي لأنها حلمت نفس الحلم اللي رجع يتكرر. أصوات وزغاريت مشوهة، دم نازل من الحنة وكفن أبيض بلاحقها. صحيت وهي بتلهث، ولما نزلت من الفراش لقت آثار الحنة على الأرض متشكل على شكل عين كبيرة. زي ما بنعرف الأيام الأولى بعد العرس دايما بتكون عسل، ضحك، حب وفرح، بس عند مريم العسل قلب مر. العريس لاحظ إنها مش مرتاحة، كل الليل بتصحى تصرخ عرقانة وخايفة. حاول يطمنها بس الوضع بلش يزيد يوم عن يوم. غير الكوابيس بلشت مريم تشوف أشياء بعينها وهي صاحية. المراية كانت عدوتها الأولى، لأنه كل ما كانت تطلع فيها وجهها مش زي ما هو، عيون سودة واسعة أو ظل وراها بيتحرك. ومرة من المرات وهي بالمطبخ سمعت صوت بيناديها باسمها. لفت مريم وجهها ما لقت حدا، ولكن ريحة الحنة رجعت عبت المكان وكأنها لساتها طازة على إيديها. أم زوجها اللي هي حماتها لاحظت التغييرات وقالت لابنها مرتك مش طبيعية، يمكن معمول لها إشي. العريس رفض الفكرة بالبداية وقال يمكن تعبان من الضغوط، خلينا نصبر. لكن الليالي زادت سوء. مريم بلشت تحكي كلام وهي نايمة، كلام غريب ما إله أي تفسير، مرات بلهجة مش مفهومة ومرات بصوت مش صوتها. وبأحد الليالي وهو صاحي جنبها سمعها بتتمتم.
قام مفزوع وهزها. مريم مين إلها؟ بتحكي مع مين؟ فتحت عيونها مريم وكانت سودة بشكل مخيف. ابتسمت مريم ابتسامة باردة ورجعت سكتت. العريس بهذيك اللحظة اتأكد انه الموضوع مش طبيعي، وفعلا ثاني يوم اخذ مريم عند راقي شرعي معروف بالمنطقة، قرأ عليها قرآن، وهون بلشت مريم ترجف. بلشت تصرخ بصوت مش صوتها، صوت رجل غليظ طلع من حلقها. هاي إلنا ما راح نتركها. الراقي كمل قراءة والماء المقري عليه بالرش عليها وهي بتتلوى وبتصيح. الكل بالبيت اتجمع، امها بتعيط، جوزها ماسك ايدها وعيونه مليان دموع، والراقي بيصرخ مين انت؟ ليش معلق فيها؟ رد الصوت عليه من ليلة الحنة ربطتنا وما راح نطلع. مريم صرخت صرخة قوية ووقعت على الارض، وايدها اللي فيها الحنة بلشت تسيل دم من نفس رسمة الحنة. الراقي قال هذا سحر معمول لها بليلة فرحها، السحر مربوط بالحنة واللي عمله شخص قريب منها. الكل سكت وعيونهم راحت لعمتها فاطمة. وفعلا بعد جلسات طويلة مع الراقي وقراءة القرآن والرقية، مريم بلشت تتحسن شوي شوي، بس أثار السحر ما راح بسهولة. كانت كل مرة بتحاول تضحك يظل في خوف جواها. أمها اعترفت بعد فترة إنها شكت من الأول بعمتها فاطمة لأنها كانت تغار منها من زمان. الغيرة والحقد خلاها تعمل عمل بهذيك الليلة وهي حاطة الحنة عشان تدمر فرحة مريم. القصة انتشرت بين الناس وأصبح التحذير، مش كل ايد بتحط لك حنة بتحط لك اياها محبة، مرات بتكون غيرة ومرات بتكون سحر. مريم اليوم عايشة بس اثار اللي صار معها بعده بخيالها. مريم لحد الان كل ما تشم ريحة حنة قلبها بيدق بسرعة، وكل ما تطلع على المراي بتتأكد مرتين انه اللي شايفيته بس انعكاسها. القصة خلت أهلها يحكوا للناس انتبهوا من أقرب الناس، لأنه الطعن اللي بتيجي من بعيد أهون من طعن دمك. وهاي كانت قصتنا لهذا الأسبوع. استنونا بقصة جديدة الأسبوع الجاي. إلى ذلك الوقت أترككم في أمان الله، تصبحون على خير. بس مريم رغم الضحك والزغاريد جوها كان فيه خوف ما بيعرفوا غير رب. لمست أمي، لمستها طبعا. الساعة في إشي خشوني. تعال جفل أمي ابن الكلب يا زلمة. العريس بهذيك اللحظة اتأكد إنه الموضوع مش طبيعي. مريم مالك؟ يلا